صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الحب، صباح السعادة، صباح كل حاجة حلوة في الدنيا. أنا مش عارفة، أنا بحس إن أنا بتفائل أما بقعد كده، وأحس إن أنا بزرع زرعة، بغرس غرسة زي ما بيقولوا. بس يعني في حاجات كتير برضو، يعني الواحد بيبقى غصب عنه بيزعل. الواحد بيبقى غصب عنه حاجة بتيجي تزعل. البعد ما بيعلمش الجفا يا جماعة. البعد ما بيعلمش الجفا. البعد ممكن يسبب يعني شيء من ال 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 الاشتياق. ومش البعد بس هو اللي بيعلم، برضو الجفا، برضو القسوة والإهانة في التعامل بتعلم الجفا. القسوة والإهانة هي اللي بتعلم الجفا. رد فعل غير متوقع من حد، يعني حبيبك قوي أو حبيبتك قوي، برضو بتعلم الجفا. والزعل اللي بالأيام، وممكن نسيبه بقى، نسيب الزعل ده لحد لما الإنسان بيتعود على البعد، بيتعود على إنه خلاص ده بالنسبة لي مش موجود، بالنسبة لي هي مش موجود. واحد بيتكلم على الأولاد اللي هم بينسوا أهاليهم. يعني أفتكر، يعني أنت لما تقعد وأنت قاعد في شغلك دقيقتين دقيقتين، أيوة يا ماما، عاملة إيه يا ماما، عامل إيه يا بابا، يعني مش هيأثروا معاك. والله العظيم ما هيأثروا معاك، والله ما هيأثروا. لما ترفع التليفون، زي ما بتمسك كده التليفون، ممكن تقعد على الفيسبوك شوية، تلعب حبة. لا، طب ما انا اتصل بماما، اتصل ببابا. بلاش نسيب الزعل، او سيب اهلي يعني بالشهر وبالشهرين وبالتلاتة. لما تيجي بقى رمضان هتصل بيها. يعني هو ربنا في رمضان، وربنا مش الايام كلها يا جماعة. انا مش عارفة اقول ايه، بس بصراحة يعني الواحد بيشوف حاجات في حياتنا كده، حاجات بتزعل غصب عننا، غصب عننا. انا بقول لكم صباح الحب وصباح السعادة، صباح كل حاجة حلوة. كأنك بتربي اللي قدامك كده جفا، ان انت بتربي الجفا واحدة واحدة كده، يعني سنة 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 لغاية ما الجفا ده بيكبر. واحساس كمان ان وجودك في حياة حد عشان هو عايز مصلحة، ده بيعلم الجفا، والله بيعلم الجفا. وتكرار بقى ان احنا نقعد يعني ماما قالت لي، ماما عادت لي، ماما مش عارفه ايه. ماما، ما هي ماما دي هي اللي ربتنا. بابا ده هو اللي رباني، هو اللي تعب عشاني. وكسر الخاطر بقى لما مثلا اجي احاسب ماما. ازاي تحاسب ماما يا جماعه؟ ازاي؟ انا مش فاهمه ازاي بتحاسب، بيجيلك قلب ازاي تحاسبها؟ مش هي دي الست اللي كانت بتغطيني، والست اللي كانت بتشيلها من بقي وتديها لي، بتسهر بالليل وانا تعبان؟ مش هي دي الست دي؟ ولا الست دي اتغيرت اما اتجوزته يعني وكده؟ احتمال اتغيرت اما كبرت في السن. ده بالعكس، اما كبرت في السن هي محتاجة انت اللي تعطف عليها، محتاجة انت اللي تسألي عنها وتعطفي عليها. انا مش فاهمة ازاي، يعني ازاي بننسى الناس دي؟ ازاي؟ ما انت عمرك كله كنت متربي معاها، نسيتها فجأة اما بقى ليك بيت تاني، ولا البيت التاني غيرك؟ مش عارفة اقول ايه، والله العظيم ما عارفة اقول ايه. الحاجات دي كلها يا جماعة بتعلم الجفا. كل ده بيزرع شروخ في قلوبنا. بس الأم. يا ريت بلاش مع أقرب الناس لينا. هي أمك دي أقرب الناس، هي ووالدك. هم دول اللي ربنا وصانا عليهم في آيات كتير وأحاديث كتير. بجد والله الواحد زعلان وحزين. يعني أنا مش حابة إن أنا أعيش تجربة زي كده، والله العظيم مش حابة. وبدأ يا ربنا إن أنا ما يجيش عليا يوم أبقى كده. يا ده أنا هموت 1000 مرة، والله العظيم هموت 1000 مرة لو جه عليا يوم زي كده. يعني مش عارفة أقول إيه. بس الأب والأم دول حاجة جميلة وحاجة كبيرة قوي. مقامهم عالي، والله العظيم مقامهم عالي.
اتمنيت في لحظة ان امي تبقى موجودة مرة واتنين وتلاتة. اتمنيت على الرغم ان انا كانت امي دي عندي، يعني عندي حاجة جميلة وحاجة كبيرة، بحبها جدا. الله يرحمك يا امي انتي وابويا. ابويا وامي ميتين بقالي كتير، مش عارفة ليه افتكرتهم عشان خاطر انا شايفة قدامي مثلا، مش عارفة، وخايفة يجي عليا يوم ابقى كده، مش عايزة اليوم ده يجي عليا، مش عايزاه يجي عليا والله. بس هل هو فعلا ده الزمن يعني الرسول قال عليه؟ انا معلش، انا المرة دي بتكلم بحزن، حزن بجد. يعني انا شايفة امثال قدامي، عمالة اقول يا رب هيجي عليا يوم انا كمان. كل الولاد وحشة ليه كده؟ بس انا ما كنتش وحشة مع امي ولا ابويا، بس خايفة يجي عليا اليوم ده. مش عارفة ليه حبيت افضفض كده بعيد عن ولادي، بس هو فعلا انا برتاح في قعدتي مع الزرع، في الخضرة. كان نفسي يبقى عندي مكان فيه خضرة وزرع. انا مسقيتوش النهارده بس اسفين. انا بزرع حاجة جميلة، عايزة ازرع حاجة جميلة كده معاكم. نبات مورينجا، حد اداني الزرع ده، البذور دي، وقال لي عليها والله. قال لي نبات المورينجا. انا عارفه ان نبات المورينجا دي جميله، جميله جدا جدا. لها فوائد حلوه قوي. فانا، هو بيقول لي الربع كيلو منها غالي، فانا قلت ازرعها معاكم. هي بتتزرع كده، معلش كده، وبتتحط واحده. انا هحط اكتر من واحده عشان خايفه اني واحده بس ما ت... يعني ما تنبتش، فهحط اكتر من واحده معاكم. بصوا كده، وهردم عليهم كده. مش هكتم عليهم على فكره، هو قال لي ما تكتميش عليهم لان النبات ده ما بيحبش الجذور بتاعته، ده شجر. وهحط واحده كمان هنا عشان المكان ده فاضي. معلش انا عيطت معاكم عشان انا مش حابه يجي عليا يوم كده والله. بصوا هي هنتابعها بقى مع زباية الزرع ونشوفها هتعمل ايه. هو قال لي ان هي بتنبت حلو قوي وكده. معلش انا بس كده ساعتها هي بنت، فهرجع اقدم عليها تاني، مش عايزاها تاني. ان شاء الله تنبت، وهو بيقول النبات حلو قوي وكده، وله فوائد عظيمه. اتمنى ان احنا نتابع بعض، وحد يرد عليا يقول لي ليه الولاد بقوا كده.